من طلبها رياض، وصلته هاي كرة جول، راح رياض، دخل رياض، يوصل رياض دخل منطقة عمليات، رياض بابا جول. يا سلام عليك يا أيها الساحر رياض، جول للجزائر عند الدقيقة 12. يا سلام، كرة إسلام لرياض، لمسة واحدة، مراوغة واحدة، تسديدة واحدة، حطها في القائم ودخلت جول. المنتخب الجزائري يفتح مجال التسجيل من رياض عند الدقيقة 12 من المباراة. كم هي سهلة كرة القدم بالنسبة إليك يا أيها الساحر، كم هي سهلة بالنسبة إليك كرة القدم يا رياض. حطها ببراعة باليسرى في القائم الأيمن وجول. المنتخب الجزائري يفعل المهم في انتظار الأهم. رياض بالبراعة والدقة، رياض يوصلها لمعشي، حاول التوغل، عنده الكرة معشي بيسرى السحرية، يلعبها بينية، حذري من الكرة هذه لصالح منتخب زيمبابوي. وين يا بالخيطر، وين يا مختار، وين يا مختار، وين يا مختار رايح انت، وين يا مختار رايح انت. وجول، جول لمنتخب زيمبابوي عن طريق ماهاتشي. يا مختار يا بالخيطر من فضلك ابقى في مكانك، لسنا بحاجة إليك. الكرة هذه صدقة تقريبا بالنسبة للاعب ماهاتشي الذي وجد نفسه. شوف وين رايح يا مختار، شوف الكرة هذه وين رايح، وين رايح. الكرة والتسديدة الأرضية الزاحفة على يسار رئيس وهاب مبولحي. حتى الكرة التسديدة هذه يا رئيس من زاوية تقريبا ميتة، بعيدة تماما وليست قوية كثير وأرضية. الرئيس وهاب مبولحي مش عارف، ما كنتش تنتظر انه يسدد في اي لحظة، ممكن تنتظر يسدد، معليش. هدف التعديل لمنتخب زيمبابوي. عرضية الكرة من هناك، المساحات موجودة. باصرة مع بالخيتر، لا تندفع بالخيتر، باصرة دخل. عجيب امرك يا مختار. مباراة الاثيوبي نعولوا عليك يا رئيس وهاب مبولحي امام موتشيكوي. انا متاكد بانه سيخرج عناصر المنتخب الجزائري ويخرجون كل ما لديهم. موتشيكوي ورئيس وهاب مبولحي بثقته مركز كثير موتشيكوي، ولكن التركيز لا يعني بانك ستسجل يا موتشيكوي رغم انك متميز. اللاعب اللي يلعب في الدوري الصيني، حارس اللي امامك ليس صينيا وليس قصير القامه. تعطيل تنفيذ الضربة بهذا الشكل قد يؤثر على اللاعب أكثر من رئيس وهاب مبولحي. يرميها برا يا موتشيكوي. هذه الضربة ضربة الجزاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة. مركز كثير، لا يريد أن ينتبه أو يشاهد حتى مبولحي. سجلها جول ببراعة. موتشيكوي يسجل جول ببراعة عند الدقيقة 29 من عمر المباراة. المنتخب الجزائري خاسر ب 2-1 أمام زيمبابوي. قلت لكم قبل بداية الوصف، افريقيا لم تعد افريقيا ومنتخباتها لم تعد منتخبات زمان، الكرة لم تعد كرة زمان، ومنتخب الجزائر لم يعد منتخب 2014. هذا لا يعني بأنه 2014 أفضل من هذا المنتخب. حصلت فيه مشاكل على كل حال وأمور